أرض تغرق في الوحل والطين تماما كما يغرق البلد في المشاكل. ذلك هو أسوأ استقبال يمكن أن يحظى به ضيف في أكبر حدث كروي قاري حوله المخزن إلى مهرجان الأوحال القاري. بهذه الصورة البائسة والمهينة اختار المخزن استقبال ضيوف القارة الإفريقية. فضاءات للمشجعين تحولت بعد أولى زخات المطر إلى أوحال تعيق الحركة، التقطتها عدسات الجماهير ووثقتها بالصوت والصورة. الدنيا غرقانة، العالم كل هنا والدنيا غرقانة من قوة هالمطر. بعد خروجها من الملعب الدنيا غرقانة كلها. ما جرى داخل فضاءات الملاعب انعكاس مكشوف لواقع تتجاوز فيه الأوحال حدود الحدث الرياضي. فهذه المشاهد لا تعود لعصور بائدة، بل هي واقع ترك فيه المواطن المغربي يصارع الأوحال والاستهتار في ظل نظام اختار أن يولي وجهه شطر التطبيع. هي نعمس الناس مكربسه بزاف كاع. حالتنا بالغيث، شوف ثمنك عليها، شوف فهمنا كيفاش جاري لهم، شوف حالتنا كيفاش جاري لها سعد بن مسعود. احنا كنديروا تحت النداء هذاك بغينا يوصل العامل. فبينما توطد جسور التطبيع تتهدم جسور الثقة بين المواطن المغربي والمخزن. احتقان يغلي فوق صفيح من التهميش لن تجدي معه نفعا سياسات التطبيع إذا ما استمر تطبيع المعاناة كواقع يومي للشعب المغربي.